هو الاهلي هيعمل ايه قدام بالميراس؟ بص، انت لو ما اتفرجتش على ماتش بورتو فانت فاتك كتير جدا بصراحه. متعه كرويه انما ايه عنب. المهم احنا هنعمل ايه معاهم، وزي ما احنا قلنا واتفقنا قبل كده بالميراس اتقل بكتير جدا من انتر ميامي. وتقدر تتفرج على الحلقه اللي فاتت، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن. المهم راس مال بالميراس هو الضغط العالي، شرسين جدا جدا في الضغط، وفي الاغلب بيضغطوا بحوالي 5 لعيبه. ووفقا طبعا لريبيرو، هو بيحب يطلع بالكرة من تحت وبيحب الاستحواذ على الكرة. ده اللي احنا لاحظناه في الماتش اللي فات. فاحنا بقى حابين نتناقش شوية على طريقة اللعب. اولا انت خسرت امام عاشور اللي بيعرف يقف على الكرة، والبرجل بتاعه واسع وبدنيا قوي جدا وتعرف تخرج عليه كمان في الكرة. وكمان خسرت كوكا، بس ده ممكن يتعوض عادي. وهنا بقى يجي الكلام. من وجهة نظري كوكا لازم يتعوض بمصطفى العش. محدش يقول لي يحيى عطية الله وكريم الدبيس، مع